ازيكم عاملين ايه؟ صحيت النهارده من النوم مكسله ومش قادره اعمل حاجه حرفيا، وعايزه اعمل غدا. ما لقيتش اسهل بقى من الفراخ المشويه دي بتتبيله مميزه جدا وطعم ولا احلى من كده، وكله في الفرن. يلا بينا نبدا ونشوف عملناها ازاي. نيجي اول حاجه، عندي هنا بصل، الكميه زي ما تفضلي او زي ما تحبي. هبدا اقطعه جوليان او جوانح، وبتبقى متوسطة السمك، يعني مش تخينة ومش رفيعة. بعد ما قطعنا البصل هبدأ أحطه كده في صينية، دي الصينية اللي هبقى أحط فيها الفراخ. بعد كده هتبل البصل بملح وفلفل، وهبدأ أقلب كويس جدا لحد ما يبقى كله اتبل، وبعد كده أحطه على جنب. نيجي بعد كده، عندي فرخة مغسولة كويس جدا ومنقوعة في محلول النقع اللي هو عبارة عن مية وفيها ملح وخل وليمون ومعلقة من الطحينة. بسيبها حوالي 3 ساعات. بعد كده بشطفها ونشفتها كويس جدا، وهتبلها بالملح والفلفل، وبعد كده اخدها على جنب لحد ما اعمل التتبيلة الأساسية بتاعتها. نيجي هنا لتتبيلة الفرخة بتاعتنا. عندي في بولة هنزل بحوالي نص كوباية من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، وبعد كده هنزل بمعلقة من الملح والفلفل الأسود، وبعد كده هنزل بتوم باودر، بصل باودر، بابريكا، وهيل مطحون، وكبابة صيني مطحونة، وبعد كده هنزل بمعلقة سكر ونص حزمة من البقدونس. طبعا أنا باخد الورق بس من البقدونس. بقلب كل ده، وبعد كده هجيب الفرخة بتاعتنا وهبدأ بقى أتبلها. أحاول أفصل الجلد بالراحة كده وأحط التتبيلة تحت الجلد، يعني منساش أي حتة في الفرخة ما تبلهاش، والصدر ومنطقة الورك كده من الداخل برضو بالراحة. هفصل كده الجلد، وبعد كده هتبل الفرخة من بره كمان. حاول أوصل التتبيلة لكل الفرخة. بعد كده هجيب البصل اللي كنت تبلته بملح وفلفل، وهنزل عليه بجزراية مبشورة، وهبدأ أقلب الاتنين مع بعض كده. الجزر طعمه جميل جدا وبيدي طعم كده مسكر. وهنزل بعد كده بالفرخة بتاعتنا في الصينية، وبعد كده هنزل بطماطم مقطعاها قطع كبيرة كده حوالين الفرخة. بعد كده هنحط 1 فلفل أخضر اختياري، وهناخد الصينية ونحطها في فرن متسخن قبل كده على درجة حرارة 180 لمدة ساعة، وممكن تغطيها بورق ألومنيوم أول تلت ساعة وبعد كده نشيله. ودي الفراخ بعد ما طلعناها من الفرن، مش قادرة أوصف لكم جمالها وطعمها وقد إيه طرية وجوسي وتدوب في البق. يلا جربوها، ولو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب سوس كيتشن مطبخ وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولايك وشير، والسلام عليكم.